خلي بالك من نفسك. سلام يا محمود. سلام. هو رايح يصلي ولا رايح وكلت الغدا؟ انا معاك بتاعت ايه بتاعت ايه؟ بتاعت البلح. يلا لا اله الا الله. سيدنا حضرة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. في البداية كده مش عايزين ننسى اخواتنا الفلسطينيين بالدعاء، ربنا يا رب معاهم ويعينهم وينصرهم ان شاء الله. ربنا باذن الله يجيب حقكم حق عزيز المقتدر باذن الله قريبا عاجلا غير آجل يا رب. ربنا معاكم ومفيش حاجة بايدينا غير ان احنا ندعي لكم. فيديو النهارده باذن الله هيكون فيه مقتبسات من وكالة البلح ومقتبسات من العتبة، وهو تقريبا كده فضفضة كده معاكم، وهقول لكم اللي حصل معايا. حصل معايا موقف بصراحة صعب كده بالنسبة لي، بس الحمد لله يعني قدر ولطف. فاللهم صل على سيدنا محمد. فهحكي لكم بقى وهفضفض معاكم. زي ما قلت لكم بقى ان السفريه اللي فاتت ما روحتش مكان ولا اشتريت حاجه للبنات، فالسفريه دي ان شاء الله. بصوا محمود قال لي يا رحاب مصرح لك، هو عارفني ان انا بحب التصوير وبحب قناتي تمام، فبنطلق بصراحه لما بروح القاهره بحب ان انا اروح اعمل جولات وكده. فقال لي مصرح لك يا رحاب روحي وربنا معاكي وصور اللي انت عايزاه والمكان اللي انت عايزه تروحيه انا موافق. فتمام اللهم لك الحمد يا رب. ربنا يا رب يبارك في زوجي وازواجكم جميعا يا رب ويسعدنا جميعا. بصوا طبعا اول ما نزلت كده كنت لسه بقى في البدايه وما شفتش ايه، ما شفت بقى الحاجات اللي انا اصلا جايه عشانها. فشفت بقى فروشات جديده، الشنطه دي عجبتني قالت ب 120 حلو خالص، وخامتها اللي هي خامتها حلوه تقيله كده يعني. النهارده طبعا يوم الاحد، المره اللي فاتت صورت يوم الجمعه وانا كان نفسي طبعا اصور يوم الاحد، وقالوا ان الفروشات اللي انا عايزاها اللي هي بتاعه الادوات المنزليه اللي هي الصين والحاجات اللي بواجه المصانع دي اللي بتبقى اللي بشوفها كنت يعني على اليوتيوب، قالوا انه موجوده يوم الاحد. بس طبعا كان المفروض ان انا اروح برضو بدري في اليوم ده، بس كل حاجه نصيب انا ما كنتش ناوي اروح. محمود هو اللي شجعني قال لي يلا رحاب روحي، فنزلت مع الظهر ورحت قلت اشوف الدنيا. فنصيب بقى اللي حصل بعد كده. شفت طبعا الست دي عندها شنط اللي هي الشغل اليدوي اللي هي معمول بالخيوط الصوف، قالت لي ب 35 والحجم الكبير ب 45. شنط حلوه خالص ما شاء الله. طبعا انا بره كنت بصور بسرعه عشان عايزه اوصل للمكان اللي هو فيه التحف بقى والحياه الصيني والحياه القديمه دي. الراجل ده كان عنده الحزامات، قال لي الحزام ب7.5 واختاري بقى اللي انت عايزاه، التانيين ب15. كان عنده تشكيله حلوه فيهم اللي يعني فيهم اللي هو مهلوك كده او هو اصلا مش مستعمل، بس فيهم اللي هو متقشر وفيهم اللي فيه خامات حلوه. فانا بصيت كده من بعيد لبعيد وقلت بس اوصل للمكان اللي انا عايزاه. فالحمد لله اول ما وصلت حصل بقى اللي ايه اللي هحكي لكم عليه. نزلت بقى تحت الكوبري اللي هو ناحيه الجراج. انا طبعا مش عارفه اسماء الاماكن كويس لان لسه ما روحتش كتير وما حفظتش الاماكن، فتلاقوني مش عارفه بالتحديد انا فين بالظبط. فعلى ما اظن زي ما بيقولوا تحت الكوبري وانا رايحه عند الجراج يعني، على ما اظن. لو حاجه غير كده حد يصحح المعلومه. فبقيت ماشيه الاقي فروشات بقى مكياج وفي فروشات زايده، بس لسه بقى ما وصلتش اللي انا عايزاه. دلوقتي بقى هعدي عند الراجل اللي هو عنده الصيني والحياة القديمة والألعاب اللي أنا رحت له المرة اللي فاتت. الراجل ده تحت الكوبري بيبقى فارش أصلا على طول. فهو طبعا أنا المرة اللي فاتت لما صورت لكم الصواني اللي في الأرض دي اللي هي الصواني بتاعت زمان حلوة خالص اللي هي موجودة في الأرض دي. طبعا يوم الحد ازدحام في المكان، ازدحام رهيب. بس لسه أنا ما وصلتش للزحمة اللي هدخلها دلوقتي داخل الشوارع بقى اللي هي مفروش فيها الفروشات اللي أنا عايزاها. المرة دي بقى نزلت واحدة عشان ما بقاش ملخومة بالبنات. سجد المرة اللي فاتت طلعت عيني، تعالي هنا روحي هنا يا سجود، فكانت مطلع عيني المرة اللي فاتت. لقيت بقى الفروشات بتاعت المكياجات والبرفانات والحاجات اللي كنا بنشوفها بقى على الفيسبوك وقمر الوكالة انتوا عارفين بقى الفيديوهات دي لنا فترة كبيرة واحنا ايه عمالين نتفرج عليها على الفيسبوك. بس بصراحة أنا سألت كده كروكي أو بمعنى أصح شفت كده يعني الناس وهي بتسأل ب30 ب35. أنا ما بفهمش في الحاجات دي، لا بفهم في البرفانات ولا المكياجات، فما أعرفش يعني الأسعار دي نظام ولا أعرف أصلا الماركات دي إيه فإيه. فعلى الله حكايتي في الحوارات دي بصراحة. لقيت بقى التيشيرتات بتاعت المدارس دي لقيتها بكام؟ لقيت ب25 إيه ب45 التيشيرت. هنا بقى البداية اللي كانت بتاعت المكياجات والعرايس والألعاب المستخدمة. ده بقى الفرش ده بقى أول مرة أشوفه. وبقيت بقى داخله بالراحه كده وابص وتركيزي كله يعني انا مركزه ان انا اشوف يعني ايه الحاجات اللي انا عايزاها، ما كنتش مركزه جوه بالكاميرا. بص بقى الالعاب دي العروسه دي تقريبا مش عارفه ب30 ولا 25. هما يعني تقريبا بيتفاصل معاهم. والراجل ده كان بيشتري اوكسي الحجم الكبير، مش عارفه بقى رخيص ولا ايه ما سالتش.
داخله في البدايه وعايزه اشوف ايه الدنيا واروح فين واجي منين عشان يعني برضو عشان انجز وقت، فاهمين؟ يعني لسه بتعرف على المكان، وقلت بعد ما ادخل واشوف الدنيا ايه ارجع بقى واسال على الاسعار. الست دي بقى كانت بتبيع بسكوت، مش عارفه بقى بواجي مصانع ولا ايه، بس البسكوت ده بتبيعه زي البسكوت المغلف بس فلت، بتبيع بالكيلو. انا لما رحت سالتها كنت فاكراه صابون، لان كنت محتاجه صابون اللي كان برضو كان حد منزله على النت في وكاله البلح، فكنت محتاجه من الصابون ده، فطلع ان هو بسكوت. وقفت كده لحظه عند الراجل ده، عندي شيلات زي الفضه كده او السلستين، تحف حلوه كده اللي هو بتاعت الشمعدان، بتاعت اللي هي الكعك والبسكوتات اللي هي بتاعت العيد، شيلة البسكوت والبيتيفور وكده. شكله حلو خالص، سألته على حاجة كده معينة، قال لي ب250. بس الست كانت واخدة شمعدان مش عارفة ب90 جنيه واخداه متهيألي، ولا ب100 جنيه مش فاكرة بالظبط، بس كان بسعره حلو مناسب. فلما سألته فراح هو قال لي الشيالة ب250، فحسيت ان ممكن يكون ايه عايز يتفاصل معاه، وانا طبعا ان انا مش عايزة اتعبه، مش عايزة اتعب في الفصال. كل اللي قلته له ان ايه اخرها كام، قال لي اخرها كده، فحتى ما ادانيش عقاد نافع يعني في الفصال وكده. عديته بقى لقيت بقى الفروشات اللي هي فيها اطباق صيني مختلفه بقى، اللي فيه مثلا طبقين شبه بعض، 3 طبق شبه بعض، طبق واحد، براد، سكريه. فحسيت ان انا هختار بقى شويه حاجات حلوين من المكان. وزي ما انتم شايفين الست بقى دي عندها العاب، العروسه عندها ب20 جنيه و25. في العاب مهلوكه وفي العاب ايه، في العاب كويسه. واغلب الحاجات اللي هي موجوده عندها دي حاجات مستورده. طبعا ما فكرتش ان انا اختار اي حاجه من الالعاب دي. جوجو ستريت عندهم بصراحه العاب كتير وراميينها وشايلاها في كل مكان وفي الصحارات بتاعه السرير، فما فكرتش ان انا اجيب. وقفت بقى عند الست دي، عنديها بواقي الصيني، وعنديها الفخار ده، عجبتني الكوبايه دي. انا كان نفسي ان انا اجيب كوبايه فخار اشرب فيها، فعجبتني. هي الكوبايه دي ممكن على فكره تتعمل زهريه او اي حاجه تانية، بس انا حبيت ان انا اجيب عشان اشرب فيها. وعجبني الفخار ده من بره كده فخار يعني، ومن جوه مطلي. فحبيت ان انا اعمل فيها بقى الرز بلبن وحلويات وحاجات معينه هعملها فيها ان شاء الله. بسالها بقول لها بكام، قالت لي التلاته ب10. قلت لها اخد الاربعه، قالت لي اه. اخدت منيها، واخدت منيها كده طباجه صغيره كده صيني 3 اطباق، اخدت الطبق ب5 جنيه. وعندها برضو المجات، في مجات ب5 جنيه برضو. بصراحة هي متهاودة. المهم بقى وقتها قفلت الكاميرا واخترت بقى الفخار اللي انا عايزاه وجبت 3 اطباق كده صيني وقلت بقى اشوف بقى يعني هروح فين تاني واشتري، بحيث ان انا ارجع بعد كده على طول للبنات على طول يعني انا ما كنت ناوي ما امشيش من المكان غير لما اشتري كام حاجة عجباني. راحت مكلماني اختي، ايوه يا رحاب انت فين؟ قلت لها انا في وكالة البلح، وبكلمها بقى وانا فرحانة انا في وكالة البلح. راحت قالت لي خلاص ماشي، سلام. بصراحة حسيت من نبرة صوتها إن في حاجة. مالك إيه في؟ قالت لي مفيش. لا أنا حاسة في حاجة. راحت قالت لي يوه. راحت قالت لي بقى إن أختي هتعمل عملية والدكتور جلجها وخوفها تمام. فأنا طبعا عارفة إن راح تعمل عملية، هي مشيت، إحنا رحنا القاهرة في نفس اليوم. هي كانت محجوزة برضو قبليها، كانت محجوزة في أسيوط، وفي نفس اليوم راحت رجعت تاني كلموها قال يلا يلا تعالي عشان خاطر عمليتك. فالمهم فالوقت ده بقى في يعني دكتور او حد هناك في المستشفى جالجها غير الدكتور الكبير اللي هو هيعمل لها ايه عمليتها. فطبعا وصل الخبر فكلنا بصراحه قلقنا. انا خدت بعض بقى ومشيت عشان اركب مواصله، قلت اركب يعني التحرير وارجع تاني، يعني كنت لسه واصله. رحت بقى بسرعه، طلعت اطير وانا بصوا عماله ابكي، الناس عماله تبص عليا تقول مالها دي يا ربي. عايزه اعدي الطريق، نظام الطريق هناك زي خط سريع، عربيات كده فيه سريعه، ما فيش توازن عندي، وعايزه حد يعديني، يعني عايزه اقول لحد امسك ايدي عديني. والله بجد من اللي انا فيه، ورجلي دي سايبه خالص. ووقتها بقى كنت هنا وصلت التحرير. اول ما وصلت بقى لقيت طوابير، طبعا ما صورتش انا في الوقت ده، ما كنتش يعني صورت. بس هنا بقى صورت لقطه الحمام دي وانا واقفه. قعدت بتاع ساعه منتظره ان اللهم صل على سيدنا محمد، ان الطوابير دي طبعا كان في وقت مدارس ازدحام رهيب، ان انا ارجع تاني يعني جوزي وعيالي، شقه اختي، فاهمين؟ من الازدحام ما عرفتش، رحت اضطريت قلت انا ارجع تاني وكالة البلح، ومن هناك اركب مواصله العتبه ايه، اركب مواصله يعني توصلني فين، اروح الجيزه وارجع بقى فيصل والكلام ده كله. كنت متلخبطه بصراحه. نزلت بقى وكالة البلح وماسكه بقى الشنطه بتاعت الفخار اللي انا مشترياه. اشتريت بتاع 15 طاجن وحاجات تاني كده يعني، اللي هي الكوبايه اكتر يعني، اكتر من 20 قطعه فخار كنت جايباها، فكانت تقيله جدا. فالمهم بقى رجعت بقى مواصله تاني وكلت البلح، وقلت بقى امشي من هناك اروح العتبه ماشي، بحيث ان اركب مواصله. كانت دماغي واقفه ايه، واقفه ما عرفاش يعني افكر ازاي ولا فين مواصلات.
كانت دماغي بصراحه متوقفه خالص. فمشيت ماشي لحد بقى ما مشيت، كنت لسه برضو ما وصلتش العتبه، او وصلت يعني في جزء كده من العتبه. في اللحظه دي كنت قاعده على الرصيف في الارض. كانت ماما في اللحظه دي خلاص طمنتني على اختي وقالت الحمد لله، والدكتور طمنها وما فيش اي حاجه من دي، وبرضه هي فهمت غلط وحاجات كده يعني. فالحمد لله كنت اطمنت. مش عارفه اقول لكم احساسي وقتها، بس اعصابي تعبت. رجلي دي ثابت، مش عارفه يعني اقول لكم ازاي. كان احساس بصراحه صعب. طبعا قعدت وبقيت اقول الحمد لله والف حمد وشكر ليك يا رب. وكلمت اختي، قلت لها يا ريتك ما قلت لي. اختي اللي قالت لي انت صممت وقلت لي صوتك ماله. قلت لها انا صممت، ما كنتش قلت لي عشان عرفتيني بره. بس الحمد لله يعني، الحمد لله ان اطمنا على اختي وكده. ماما قالت لي قومي توكلي على الله وشوفي نفسك هتجيبي ايه وخلاص الحمد لله والكلام ده كله. طبعا قعدت نص ساعه على الرصيف ما قدراش اقوم. جبت عصير، قمت جبت عصير وملته عشان بس اسند نفسي لان ما كنتش فطرت. ودخلت بقى في العتبة علشان كنت حابة ان انا اجيب شنط بعجل لبناتي. تمام. فحبيت بقى ان انا اشوف اسعارها ايه واشوف مناسبة، اذا كانت مناسبة يعني انا اجيبها ولا ايه. طبعا انا كنت نازلة العتبة، كنت هركب مواصلة لان انا كنت عارفة ان يوم الاحد بتبقى العتبة كلها تقريبا مقفلة ومفيش فرشات. فاتفاجئت بقى لقيت في فرشات كتير والناس فارشة، بس الحلو في الموضوع ان الدنيا هادية، مش اللي هو الازدحام الرهيب، لان طبعا الناس اتعودت ان العتبة بتبقى يوم الاحد قافلة، فما تلاقيش ناس كتير بتروح ايه يوم الاحد. لما نزلت بقى وقلت بقى اجيب برضو اول حاجة استند للتصوير، لان الاستندات عندي متكسرة ليها فترة فمعرفاش اصور وكده. فبسأل الراجل بقول له يعني انا كنت نازلة مش متوقع بصراحة ان انتوا فاتحين، بتبقوا قافلين يوم الحد. قال لي نقفل ايه في الغلا والبلا اللي احنا فيه ده، احنا اولى بالقرش اللي يجي يعني في اليوم ده وكده. فاغلبنا دلوقتي بطل ان هم يقفلوا ايه يوم الحد. نزلت بقى وبقيت ابص وسالت برضو على شنط السفر، لان كنت عايزه اجيب شنطه سفر، لان الشنط اللي عندنا اتبهدلت بقى ويعني ما بقتش حلوه للسفر وكده. سالت وخدت فكره عن السعر ولقيت يعني السعر مقارب للاسعار عندنا، فقلت نجيبوها من البلد ان شاء الله كده مره تاني. طبعا في يوم غير يوم الحد في النهار ما تلاقوش المكان ده بالهدوء ده، بتلاقوا ازدحام رهيب. القاهرة بقى دلوقتي بقت صعبة في الشراء، وبقت يعني اللي يشتري اللي يعرف يشتري حاجة فيها، اللي هو بيعرف يفاصل، يعرف أسعار الحاجة. لكن بصراحة اللي هو مش ملوش في الفصال فما تلاقيش دلوقتي أسعار نقطة زي زمان. هتسألي على السعر هتلاقي ممكن سعر يقول لك سعر أغلى من اللي هو مثلا موجود عندكم في البلد. فما كنتش تعرفي تفاصلي وتجيبي الحاجة بسعر يعني كويس، فهتتغلبي. طبعا دلوقتي انا ماشيه ورايحه كده ناحيه ايه، يعني في العتبه ورايحه كاني رايحه الموسكي لحد ما اوصل عند الكوبري. في بدايه الكوبري بقى هجيب الستاند من هناك. الغلطه بقى في الموضوع ده كله والتوهه دي كلها الفخار اللي انا جبته. يعني انا المفروض اما اكون نازله وكلت البلح هجيب فخار، هجيب حاجه زي كده، واكون مثلا في شقه اختي في فيصل. فالمفروض ان انا انزل اجيب الحاجه دي، وفي الحال بعد ما اخلص شراها في الحال اركب مواصله وارجع ارجع فيصل تاني. فهو اللي حصل خلاني ان انا اتوه التوهه دي وامشي المشيان ده كله بالفخار. ده كله على فكره انا ماشيه بالفخار في ايدي. دي بقى يا بنات عبايات فسكوز اطفالي حلوه خالص ب 25 العبايه. سالته كده يعني من بعيد وعجبتني. طبعا مش كل حاجه يعني بتعجبني هشتريها، فهشتري اللي انا عايزاه. و بتبقى طبعا متحكمه بميزانيه معينه وكده، فالواحد بيبقى حاطط في باله ان هو يشتري اللي هو عايزه. لكن طبعا لما بيكون عامل حسابه وممكن الواحد لو عجبته حاجه يجيبها وكده ما بيهمهوش. انا طبعا اشتريت فيه شويه حاجات، اشتريتهم من كرداسه، يعني مش شويه حاجات كتير يعني، بس عبايات وكده حلو خالص. فان شاء الله هبقى اوريهم لكم برضه. والفيديو اللي جاي باذن الله هو احتمال اللي هو يكون في كرداسه يعني، فمعلش انا كنت موعداكم ان الفيديو ده كرداسه، فان شاء الله المره الجايه. رحت بقى اشتري الستاند من تحت الكوبري. بقيت واقفه كده من الناحيه التانية، والناحيه اللي هي جبالها اللي هو نصة الراجل بتاع العجل اللي صورت معاكم قبل كده. وقفت بقى اشتري الاستندات. كان في عندي استند، كذا استند كان عندي واتكسر، بس من ضمنهم كان في استند مربع كنت مرتاحه له خالص وكان حلو، فاتكسر معايا. يوم ما جبته بقى كنت مشترياه تقريبا ب 85. لما رحت بقى اسال عليه الراجل قال لي ب 250 جنيه. طب ازاي ده، مش عارفه ايه يعني يغلى ده كله. فالمهم يعني فصلت معاه واشتريت الاستند، خدته ب 170، بس حلو وخامته حلوه. المهم انا وقفت شويه كده عند الراجل بتاع الاستندات بتاع نص ساعه كده وكان بيدور لي على الجراب وكده. فبعد بقى ما خلصت مشيت. دلوقتي ده بقى نصية الراجل بتاع العجل. وريتها لكم كذا مره قبل كده لما صورت معاكم. في دخله بعده
تمام، يعني شمال ما انتوا بتتفرجوا على كده في دخله بعده على طول، اول زجاج كده بتدخلوه اللي هو فيه المسجد، ممكن تدخلوا المكان اللي انا هروحه ده. تمام. وفي دخله بعده على طول من هو على الشارع العمومي بره مكان ما انا ماشيه، اللي هو بتدخلك على الشارع اللي انا داخلاه حالا دلوقتي، الشارع ده. تمام. على رصفته طبعا اهو زي ما انتم شايفين برضو في عجل وفي شنط وزي كده. اول ما تدخل على طول يمينك كده وانت داخله، فدي الطلعه بتاعت السلم اللي تدخلك بقى على التجار بتوعات الشنط اللي هم ايه، شنط الجمله. يبيعوا بقى شنط الجمله وقطاعي وكل حاجه. طبعا كان يوم الاحد زي ما انتم شايفين، السلالم دي عشان تعديها بتبقى عداها يعني معديه وسط ازدحام. كانت الدنيا هدوء وقلت بقى استغل الموقف، ايوه صح تعبانه من الشيله، بس استغل بقى الموقف يعني ايه ان انا امشي بقى ايه في الهدوء بدل الزحمه، كان هيبقى تعب عليها اكتر. بس دي غير دول. غير دي ب700 جنيه. بصوا بقى شفت الشنطة اللي أنا شفتها دي، يعني عجبتني رسمتها عشان عارفة جدة وسريتها هيعجبهم الأميرات وإلسا ومش عارفة مين اللي هم بيقولوا عليهم دول. فالمهم بس هي الشنطة نفسها ما عجبتنيش، جالي ب700 جنيه. رحت بقى عجبتني الشنطة دي، الخامة بتاعتها حلوة. تمام. هو الراجل جالي مش عارفة ماركة ايه، فالمهم يعني الخامة بتاعتها حلوة، العجل بتاعها عجل كبير، أنضف يعني خامة لقيتها هي الشنطة اللي انتوا شفتوها دي. فالمهم الراجل قال لي ايه، قال لي اخرها 850 جنيه. طب ازاي ومش عارفه ايه، المهم وانا واقفه كده في واحده كانت بتشتري. تمام. فراحت اختارت الشنطه اللي انا ايه ان انا ماسكاها يعني وكده وعجبتها وجات تشتري مني، اشترت منه 4 شنط لعيالها ودفعت الفلوس كده وهي واقفه من غير ما تفاصل بصراحه. طبعا الراجل شاف نفسه عليا ومرضيش ينزل حاجه على 850 جنيه. يعني الشنطتين لو هجيبهم بكام، ب 1700 جنيه. بصراحة ما كانش يعني، لأن احنا أصلا مش نازلين القاهرة عشان خاطر نجيب شنطتين بعجل، فاحنا في التزامات تاني معانا، فما كانش ينفع ان انا بصراحة اجيبهم، وكان على عيني والله. طلعت بره بقيت بص على الشنطة، يا رب اجيبها طيب واللي يحصل يحصل، وبعد كده يعني فاهمين، وبعد كده ربنا يدبر. ففي تفكيرات يعني في البال. فالراجل ده كان طبعا جنبه كان عنده شنطة اللي هي مرسوم عليها او ال دي اللي مصوراها بره. بس الخامة بتاعتها ما كانتش عجباني قوي، خامتها ولا خامة العجل ولا أي يعني، كانت أقل خامة خالص بصراحة من اللي أنا كنت هجيبها. بس بكام فصلت معاه وقال لي واتفقت معاه على كام، اتفقت معاه على 550 جنيه الشنطة. ف 550 فرق يعني. بصوا يا جماعة أنا على فكرة والله مش حكاية بخل ولا حاجة، بس يعني بتبقى زي ما قلت لكم في التزامات تاني. تمام. وفي حاجات بتلاقوها معديه سعرها، بس في حاجه مثلا اقل خامه بس فرق كبير في السعر. فاهمين وجهه نظري؟ وزي ما انتم عارفين طبعا العيال بتبوظ وكده وبتجيبي تاني. فبشوف على قد ما اقدر المناسب. بعد ما طبعا قلت له 550 وقال لي تمام، وقعدت على الكرسي وراح جاب لي بقى كرتونه عشان اختار منيها رسمتين مختلفين، يعني كنت انا هختار لون فوشي لون واحد، بس هختار رسمتين مختلفين لجود وسجود. صورتهم وطبعا كنت حابه ان انا اعمل لهم مفاجاه، بس ان انا عايزاهم يختاروا في الرسومات، رحت مصوره لهم بحيث ان هم يختاروا وانا هنا عشان اروح يبقى كل واحده عارفه رسمتها. قلت لمحمود شغل يعني الماسنجر وبعت لهم، والبنات يعني اختاروا وكانوا فرحانين خالص. طبعا الراجل شايفني وانا بقى يعني، في تجار لما تلاقيكي فرحانه بالحاجه ما تعرفيش تغير ذمتها، يعني في تجار كده كتير. فدايما وانت بتشتري ما تبينيش فرحتك ما تبينيش فرحتك بالحاجه. فالمهم فبعد ما اخترت والبنات اختاروا، فاللهم صل على سيدنا محمد، قلت له خلاص تمام احنا اخترنا دول اللي عايزاهم. راح قال لي ماشي هاتي 650 على الشنطه. قلت له ازاي انا متفقه معاك على 550؟ قال لي لا 650 واخرها كده. الموقف بقى ان الواحد يبيع لك بذمه وبعد ما كده يروح يغير ذمته، الموقف نفسه مش حلو. يعني مثلا مش واحد مثلا نقول له لسه جايب البضاعه ومش عارف سعرها وغلطان في السعر، انا اتفقت معاك وقلت لي امين، وبناء عليه قعدت على الكرسي. انا قعدت فتره على الكرسي على فكره مستنياه. قال لي لحظه بس نخلص اكل واقوم اجيب ايه واجيب الكرتونه. قعدت مستنياهم يخلصوا اكل وراح جاب لي الكرتونه وزي كده، واخترت. اول ما لقينا بقى اخترت وبعت لبناتي وزي كده، وحاسه اني فرحانه يغير ذمته. طبعا اتضايقت وفي نفس الوقت بقيت شايله هم البنات اللي انا عشمتهم واختاروا وهروح لهم بالشنط. وطبعا لفيت لفه عشان اختار الشنط دي هي الوحيده اللي قلت تمام وخلاص على كده يعني. فرحت قلت له طيب انت على فكره انت غيرت ذمتك معايا بعد ما اتفقت معاك، طيب انا هزود بس عشان خاطر البنات اللي اختارت، هاخد الشنطه ب 600 جنيه، يعني الشنطتين ب 1200. راح رد قال لي لا. طبعا اتفرعن ومسك في السعر وقلت والله الشنطه ما تكون ببلاش ما هاخدها.
خدت بعض ومشيت بقى وقلت لمحمود، ومحمود قال لي ما تجيبيش شنط، خلاص يا رحاب شنطهم حلوه وان شاء الله في وقت تاني سفريه تاني نبقى نجيب لهم. وطبعا البنات زعلوا وقلت لهم سامحوني والله غصب عني. فالحمد لله بقى ما قدرناش ان احنا نجيب شنط ايه بعجل للبنات، عشان اديكم شفتوا بقى الموقف اللي حصل قدامكم، انا والله ما قصرتش، وكل حاجه طبعا نصيبه. وبرضو الشنط اللي معاهم ما شاء الله حلوه، حلوه وجديده والله، كانها يعني كانها ما استخدمتش. فان شاء الله مره تانية باذن الله نجيبها لهم. بصوا بقى انا نطيت كتير حقكم عليا ودوشتكم. مشيت بقى في الشارع اللي كنت مصوراه معاكم قبل كده اللي هو فيه هدوم وكده، بس طبعا كنت ماشيه على طول لاني مش عايزه اشتري، خلاص كنت اتهلكت وتعبت. اغلب الحاجه، اغلب التعب اللي أنا كنت فيه مش مصوراه، انا مشيت مشي كتير. هنا بقى كنت خلاص البنات وحشوني، اتقابلت بقى معاهم في عند اخويا. فبص بقى سجدة نظرتها نظرة اللي هو ان انت ايه شكلك مخبيه الشنط، شكلك هتعملي لنا مفاجأة يا عيني. فمعلش يا سجدة سامحيني يا سجدة. بص بقى في اخر اليوم طبعا محمود قال لي ما تركبيش مواصلة على فيصل، تعالي مواصلة على المنيب، هناخد السهرة مع محمد اخوك وكده، لان طبعا ما كناش يعني قعدنا معاه وكان معانا مشاوير تاني وكده. ورغم ان انا كنت تعبانة فاقنعني، قال لي تعالي ومن هناك بقى نبقى نروح اخر السهرة. قعدنا قعدتنا مع محمد وتعشينا هناك في المحل، وبعد كده ايه، وبعد كده بقى توكلنا على الله، اللهم صل على سيدنا محمد، وروحنا بقى. بس كان يوم صعب جدا. يا رب جولة النهارده تكون عجبتكم وما يكونش النهارده تقيل على قلبكم، واتمنى ان تبقوا دايما في ظهري، وتعليقاتكم الحلوه اللي تشجعني اقدم محتوى افضل، ومنوريني جميع الموجود في قناتي، يعني منوريني ومفرحيني ومشرفيني والله. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباذن الله الفيديو اللي جاي هيكون باذن الله فيه مقتطفات من كرداسه، وهيكون فيه مقتطفات من الازهر اللي هو الشارع اللي عند مسجد الامام الحسين. يلا بقى اوعوا تنسوا اللايك للفيديو وتشجيع حلوه منكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.